بيبدأ فيلمنا بقبيلة برية جايبة ولد صغير وبتقدمه كتضحية لتعبان ضخم جدا، وده علشان محدش من القبيلة يموت. وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا حوالين الولد، وكبير القبيلة بيحيي التعبان علشان يقبل التضحية. وبنعرف ان اسم الولد لين، وبيحسب ان الولد انه خلاص هيموت، لكن فجأة بيصحى الولد على طوق خشب وبيفهم ان ده كله كان حلم. وهنا عمه بيكون جنبه وكان بيحاول يصطاد سمك، فبيلاحظ لين جزيرة عليها ضباب وبيسأل عمه عليها. وبنعرف من عمه ان دي جزيرة من اكل لحوم البشر ومليانة بهياكل عظمية وخطر جدا. وبعدها عمه بيحاول يشد شبكة الصيد، لكن بيلاحظ شيء ضخم جدا بيعوم تحتها. وفجأة بيتشد عمه لتحت وبيترعب لين، بس لحسن الحظ عمه بيطلع من المية وبيقوله ان هو شبك في الشبكة مش اكتر. ولما بيطلع على الطوب بيلاقي ان تيار المية سحبه من ناحية الشاطئ، والشاطئ ده هو شاطئ الجزيرة اللي عليه اكل لحوم البشر. فبيخاف وبيفضل يكافح علشان يبعد عن الجزيرة، لكن بيتفاجئ ان لين اختفى وبيضطر يقرب من الجزيرة ويدور على لين. ولكنه بيظهر له تعبان اسود كبير، فبيخاف جدا وبياخد الطوق بتاعه وبيرجع لبيته. وبعدها بيروح عمه لابوه وبيحكي له اللي حصل في الوقت ده، وبيستكشف لين الجزيرة والتعابين الصغيرة بتكون ماشية حواليه، وهو للأسف ما بيكونش واخد باله. ولما بيقع هنا بسبب عصاية مرمية في طريقه بيشوف جلد تعبان ضخم قدامه وبيسمع صوت غريب حواليه، لكن لما بيبص وراه ما بيلاقيش حد. وبعدها بلحظات بيهاجموا نبات بري وبيسحبوا في الزنزانة، فبيلاحظ لين ان كل اللي حواليه عبارة عن عظم، ومن الواضح ان العظم ده كان لبني ادمين اتاكلوا عن طريق النباتات دي. فبيفضل يعيط وينادي على اهله، وفي اللحظة دي بيتفاجئ بمادة غريبة بتقع على ايده، وبيتضح ان هي بتستعد علشان تاكل الولد. وما بنشوفش اللي بيحصل بعدها، وبنروح لأهل الولد بعد ما وصلوا الجزيرة ومعاهم كبير القرية، اللي ما بيكونش موافق ان اهل القرية يروحوا على الجزيرة دي لان بيكون فاكر ان الولد كده كده مات. لكن بيوافق 3 رجالة ان هم يروحوا مع اهله ويدوروا على لين مقابل مبلغ صغير، لانهم بيبقوا فاكرين ان الجزيرة فيها حاجات قيمة وغالية، وبيرفضوا يصدقوا الخرافات عن اكل لحوم البشر. وفعلا بيتحرك اهله ومعاهم الرجالة ال3 اللي كانوا بقيادة واحد اسمه تشاو. واول ما بيوصلوا بيتفرق اهل الولد عن الرجالة وبيأمرهم تشاو يدوروا على نبات غالي علشان يحسن من حالتهم المادية. بس واحد منهم بيلاقي بيض تعابين وبيوريه لتشاو، لكن تشاو ما بيلاقيش من بيض التعابين اي فايدة، وبيلفت نظره زهرة جميلة قوي، فبيؤمر حد من اللي معاه ان هو يقطعها. واول ما بيروح يقطعها بيهجم عليه تعبان اسود كبير وطبعا بيموته. وباقي المجموعة بتسمع صريخه فبيتأكدوا ان هو في خطر، وكمان بيتأكدوا ان في خطر عليهم في الجزيرة. وفي الوقت ده الام بتلاقي الجزمة بتاعت ابنها لين، فبيتأكدوا ان هو على الجزيرة فعلا. وقبل ما بيخلصوا كلامهم بيهجم عليهم ملك التعابين، فبيحاولوا يهربوا بسرعة، لكن الخطر بيزيد كمان من ناحية النبات وبيسحبهم تحت الأرض. بس لحسن الحظ بيسمعوا صوت الولد وبيروحوا بسرعة عشان يلحقوه، بس بيتخضوا لما بيلاقوا تعابين صغيرة طالعة من الجماجم اللي حواليهم، فبيضطروا هنا يهربوا بسرعة. وقبل ما يهرب لين بيلاقي بيض التعبان فبياخدها في شنطته. وبعد ما بيطلعوا بيغموا على أم لين، وده بسبب لدغة التعبان، فبيرجعوا بيها للقرية. وكبير القرية بيفضل يقول لهم ان هو ياما حذرهم، لكن باقي اهل القرية ما بيسمعوش كلامه، وبيتفقوا يروحوا كلهم يقتلوا التعابين اللي هاجمتهم. وبيفضل لين مع امه اللي بتديله سلسلة بيحتفظ بيها وبتوصيه يحب الطبيعة، وبعدها بتموت وطبعا بيزعل عليها جدا. بس بيلاحظ وقتها ان البيضة فقست وطلع منها تعبان اصفر صغير، فبيقرر يحتفظ بيه ويخلي باله منه من غير ما ابوه يعرف. لكن في يوم بيسمع ابوه ان ابنه بيتكلم مع حد وبيشوف التعبان، فبيأمره ان هو يموته، لكن لين ما بيرضاش وبياخد التعبان وبيهرب بيه. وبيروح على شاطئ البحر الفاصل بينهم وبين الجزيرة، وبيطلع التعبان علشان يعيشه في البيئة بتاعته. وبيكون الأب ساعتها جمع كل رجالة القرية علشان يدوروا على لين، وفعلا هنا بيلاقوه بخير وبيرجعوه. وبعد 10 سنين بيكبر لين وبيبقى عالم أحياء مهتم بعلم الوراثة النباتية، وبيفضل يفتكر في الرموز اللي شافها في الكهف اللي في جزيرة الأفاعي، وبيفكر يرجع تاني ليها. وبيتصل بيه عمه وبيعرفه إن أهل القرية تعبانين وعندهم مرض اسمه الطاعون، وده بسبب الأفاعي. وبعدها بيحضر اجتماع وبيقول للدكتور المسؤول إن هم اكتشفوا زهور ذهبية وفضية وبيكون عندها خصائص فريدة وبتقدر تمنحهم الخلود، وعلشان كده لازم يروحوا جزيرة الأفاعي. وبيخلي فاي مسؤول عن المجموعة ومعاها بنتها ليلي، وبيكون معاهم لين. وبعد أيام بتوصل المجموعة
وبيلاقوا جلد التعبان منتشر، وده اللي كان مسبب مرض الطاعون، وبيخلي فيه حكة في جسمهم باستمرار. والأول مرة من وقت طويل بيزور لين قبر والدته، وهناك بيروح لوالده، وبنعرف إن هما ما تواصلوش مع بعض بقالهم كتير. وتاني يوم مجموعة العلماء بتحضر نفسها وبتاخد معاها مجموعة مسلحة بقيادة تشاو اللي بيكون عايز ينتقم من الأفاعي، وبيروح معاهم أبو لين وعمه. وأول ما وصلوا بدأوا يدوروا على زهرة ذهبية أو فضية تقدر بملايين الدولارات. فبيتسرع حد من مساعدين العلماء وبيبقى عايز يقطع زهرة جميلة، لكن بنشوف ان الزهرة صاحية وبتهاجمه مع باقي الزهور، فبيجروا كلهم وبيستخبوا في الكهف، وده الكهف اللي كان لين محبوس فيه. فبتلاحظ فاي ان النباتات القريبة ماتت من خلال قطع الزهرة دي، ووفقا للأسطورة بيعرفوا ان هو لازم يكون في الجزيرة زهرة ملكية وهي اللي متحكمة في الجزيرة. وفجأة بتهاجمهم الزهور تاني، فبيجروا وبيحاولوا يهربوا، لكن بيفضل لين آخر واحد علشان يساعدهم. وفي النهاية بيوصلوا الأوضة فيها مسبح للتضحيات، وفي نفس الوقت بيلاقوا نفسهم متحوطين، وكمان في مواجهة ملك التعابين اللي بيهاجمهم وبيضربوا عليه نار، لكن ده بيخلي التعبان يتضايق أكتر وبيهاجمهم. بس لحسن الحظ بيعرفوا يطلعوا من ممر صغير في الكهف، والتعبان ما بيقدرش يعدي وراهم، وساعتها بيهجم على لين وليلي تعبان أصفر، لكن الغريبة إن هو ما بيعملهمش حاجة. وبنعرف إن هو ده التعبان اللي كان محتفظ بيه وهو صغير، وبيخلي ليلي تحط إيديها على التعبان على الرغم من إن هي كانت خايفة جدا. وبعدها بيسمعوا صوت قوي، ولما بيروحوا ناحية الصوت بيكونوا اتأخروا، بس هناك شافوا لوحات على الحيطان، واللوحات دي كانوا سايبينها سكان الجزيرة زمان. وبعد دراستهم فيها اتضح ان الجزيرة دي اتعملت نتيجة سقوط نيزك ونبات طفيلي عنده خصائص متجددة، وهو مصدر الحياة على الجزيرة. والنبات ده هو اللي مخلي الحيوانات على الجزيرة عندهم قدرات فريدة. والناحية التانية بنروح للمجموعة اللي هربت من التعبان الأسود، ولقوا نفسهم في أوضة فيها ملك النباتات وبدأ يهاجمهم. ومش كده وبس، ده كمان التعبان الأسود ظهر وكان هو كمان مستعد للهجوم، ففكروا بسرعة ان هم يقدموا حد منهم للتضحية علشان التعبان يسيبهم. فبيرمي تشاو حد من أتباعه وبيهرب الباقي. وليلي وقتها بتقابل والدتها وبتحكي لها على التعبان الأصفر الذهبي، فبتقدم مكافأة إضافية لتشاو علشان يصطاد التعبان الأصفر، لأنها بتعرف قد إيه هو قيم بالنسبة لها. فبيتضايق ليه من اللي بيسمعه، وفجأة بيضربوا على التعبان الأصفر رصاص، وبيتفاجئوا إن جروح التعبان ده اتلمت بسرعة، فبيعرفوا إن هو عنده خصائص علاجية، وده بيخلي فاي عايزة التعبان ده بأي طريقة. وبعدها بتستعد المجموعة مسلحة لصيد التعبان الأصفر الذهبي، لكن بيقدر يهرب، وبيلاقوا نفسهم في مواجهة التعبان الأسود الضخم، واللي بيقع ضحيته هو لين شو لما بيلدغوا التعبان. وفجأة هنا التعبان الذهبي بيزحف لحد عنده وبيشفيه بمجرد لمسه، وفي نفس الوقت ده تشاو بيخدر التعبان وبيضربه على راسه، فالتعبان هنا بيغموا عليه وبيقدموا الفاي، لكنهم بيشوفوا انهم من المستحيل يطلعوا من الجزيرة بالتعبان الذهبي. فبتجيلهم فكرة ان هم يستغلوا التعبان الذهبي كطعم ويحطوه في شبكة علشان يشدوا بيه التعبان الاسود، وساعتها هيقدروا يموتوه. لكن الخطة مش بتمشي زي ما هم عايزين، والتعبان الاسود بيثبت ان هو اقوى منهم وبيهجم على فاي. فبتروح ليلي وبتحاول تنقذها وبتضرب التعبان الاسود، لكن بيهاجمها التعبان وبيقدر لين ان هو يحميها، وبيقدروا يخرجوا في اخر لحظة، وبيكون اول ناس يخرجوا من الكهف. ولين بياخد من الزهور الذهبية وفضية وبيخبيهم علشان يعالج بيهم الناس اللي في القرية. ولحسن الحظ بتقدر باقي المجموعة انها تطلع من الكهف، وبيقترح تشاو ان هم يموتوا التعبان الذهبي ويحتفظوا بدمه بس. واول ما بيطلع السكينة بيروح لين علشان ينقذ التعبان، لكن فجأة بيهجم عليه التعبان وبينتقم منه، لكن لين بيبقى طيب وبيديله زهرة بتساعده على الشفاء. واول ما بترجع قوته بيهاجم تشاو وباقي المجموعة وبيلف التعبان عليه، لكن بنتفاجئ ان هو بيعض التعبان وبيشرب من دمه. وبيفهم هنا لين سر اللوحات، وبيعرف ان القبائل القديمة شربت دم التعابين علشان عمرها يطول، لكن للأسف بيجيلهم مرض الطاعون. ولما بيهاجموا تشاو مرة تانية للأسف لين هنا بيخسر، وبيقف الأب قدام تشاو علشان يحمي ابنه، وبياخد الطعنة في ظهره وبيموت. وفي الوقت ده تشاو بيلاقي ان جسمه كله اتغطى بالقرح، فبيفهم لين ان كل الزهور خطر، لان الطبيعة مش بتحب حد يكسر قواعدها، وان مفيش حد بيعيش للأبد. وبتحاول باقي المجموعة انها تموته، لكنهم ما بيقدروش، وبيمسك لين وبيكون عايز يموته، ومن بعيد بتحاول ليلي انها تضرب سهم عليه، لكنه بيقدر يتفادى السهم. وفي الوقت ده بيلاقي بندقية على الأرض وبيضرب بيها لين، وبتروح بسرعة ليلي علشان تطمن عليه، ولكن من حسن الحظ الطلقة بتيجي في السلسلة اللي اديتها له مامته،
وفجأة بيظهر ملك التعابين الأسود وبيهجم على تشاو وبيبلعه، وبينزل بعدها تحت الأرض، وساعتها بيحصل زلزال على الجزيرة فبيهربوا بسرعة، وبيساعدهم التعبان الذهبي. ولما بيوصلوا على الشاطئ بيلاقوا إن التعبان الذهبي متصاب، فبيدوله الزهرة الأخيرة اللي كانت مع لين علشان تشفيه، وفعلا التعبان بيتعالج وبيمشوا من الجزيرة. ولما بيوصلوا القرية بيعمل لين دواء لأهل القرية وبيعالجهم من الطاعون. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا اشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.